السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم حبايب عالم حنان؟ إن شاء الله تكونوا كلكم بألف خير وصحة وعافية. اليوم الفيديو تبعنا يعني مشعل حارق متفجر. اليوم الحلقة أو الفيديو خلينا نحكي عن محمد حورات وآلاء. اليوم احنا اكتشفنا بالدليل، وانا هذا اللي حكيته بالفيديو اللي فات هسه من قصتهم كلها عنا خيارين: اما حمدي اعتذر لانه اكتشف انه آلاء حامل وانه رح يخسر اخوه، واما سفرته كلها عشان يحكي لمحمد وآلاء يوقفوا فيديوهات لانها حامل، انها ببطنها يعني وانها حامل، واعطاهم الخطة اللي يمشوا عليها عشان يطلع من مشكلته. طبعا هو يا بنات يا جماعة او يا بنات او يا صبايا او يا امهاتي، هو طبعا تورطوا في موضوع الحمل وكملوا فيه. ليش؟ الله أعلم إذا كانت حامل. يمكن البنت كانت حامل عشان إحنا ما نظلمها، يمكن فعلا حامل، ولكن إصرار حمدي إنه يا آلاء أنت مش حامل، ويا يا محمد ارتجع لأنه الإمارات دولة قانون، احتمال خوفا على أخوه. وهذا إشي إحنا عن جد رح يعني نتشكر حمدي، مع إنه كان خلص يعني قطع العلاقة بينه وبين أخوه، وحكى له إنه إحنا رح نشوفه أنت رح تعرض حالك. فخوفا عليه لمحمد من نفسه ومن القانون، خصوصا الدولة اللي هو يعني جالس فيها وقاعد فيها، مش أي دولة قوانين يا جماعة. الإمارات قوانينها صارمة جدا جدا، لا يعني مش سهلة. خوفا على محمد سافر وحكى له إيش يعمل، إنه إذا فعلا مرتك مش حامل اعمل 1 2 3. والإشي الثاني اللي حكيت لكم إياه، إذا آلاء طلع محمد وحكى إنه لا سمح الله الجنين مات أو خسرناه أو الجنين أجهض، فبيكون حمدي كلامه صح، واحنا ندين باعتذار للسيد حمدي، لانه انا شفت كل اليوتيوب يعني انتفض على حمدي وحكى عنه حكي مش كويس، وانه انت وانت وانت وانت. ولكن حركتك يا محمد اثبتت انه بالفعل كان زيارة حمدي إلك عشان يحكي لك المقترح تبعه، انه ارتجع عن اللي بتعمله واعمل 1 2 3، انه الولد مات وبتخلص الموضوع هيك. هسه القصة انه يا محمد ليش من الاول حكيت انه هي حامل؟ يعني انت اثبت كل الحكي عليك، يعني بنرجع برضو لا الله اعلم، احتمال البنت كانت حامل، ولكن سفرة حمدي بهذا الوقت واختفاء محمد حورات وآلاء بهذا الوقت، وفجأة طلعت انها هي مات ابنها. انا حكيت لكم من هذا الفيديو اللي فات، اذا طلعت آلاء بفيديو هي ومحمد وانه الولد مات فعلا، هذا الاشي اللي حمدي سافر له انه عشان يحكي لهم ايش يعملوا يخرجوا من المشكلة اللي هم فيها، يخرجوا من المشكلة اللي هم فيها. انت يا محمد لو كانت آلاء حامل حطيت حالك في موقف صعب. اخوك حمدي خرجك منه، وهذا يعني اعطاني انه ليش كان محمد حورات ردوا على حمدي باشياء بسيطة، ولكن بموضوع الحمل حتى يعني مع احترامي لك للجميع، لما رحتوا على المستشفى دقات قلب الطفل اصلا يعني زي كأنها كانت عن تليفون عن موبايل، ما كانت بالصورة والصوت. ما في طبيب شخصي رحتوا عليه كطبيب شافوه العلن وعرفنا اسمه زي المشاهير، زي زوجة حمدي لما راحت على المستشفى وعملت تحاليل لبنتها لانها كانت شاكين انها تعبانة، سواء كذب سواء صدق، ولكن الموضوع الصدق فيه ببين والكذب ببين. محمد انت حطيت حالك بموقف صعب، الكل كان متعاطف معك، الكل كان مصدقك، ولكن طلع حمدي هو الصح وأنقذك من مشكلة كبيرة بسفرته إلك. وأنا بحترم حمدي لأنه فعلا طلع خايف عليك. هذا هو الأخ الكبير يا جماعة. لو كان في عز مشكلته، في عز ما هو أخوه متقاتلين، شفتوا يعني خلى والدته طلعت عليه وصور والدته وهي بتحكي عليه، ولكن ما هان في أخوه، سافر له ماشي واعتذر له وراح خلصوا من المشكلة اللي هو فيها. نرجع نحكي الله أعلم كانت حامل أو لا، ولكن هو نفسه حمدي حكى انت حاطط موعد 15/6، تمام، رح نشوف ب15/6 إذا ب15/6 تم الموضوع وفي ولادة وطفل رح يعتذر لك،
وإذا لا راح تكون فضحت نفسك. ولكن هو ما هنت عليه وراح وضع لك الخطة إنكم اختفوا، هي راح تتعب تحكوا إنه الولد مات وانتهينا. فأنا صراحة مش عارف شو بدي أحكي. يعني اليوتيوب صار تجارة بالأنفس، وتجارة بالزوجات، وتجارة بالشرف، وتجارة بكل إشي، بالأم والأب والأولاد والزوجة والعرض والشرف والكرام. ما بعرف، هذا اليوتيوب هيك صار يا جماعة. عندي إشي بدي أتاجر فيه، عندي موضوع صغير بدي أكبره بكبره. يا إنه أنا صالحت زي ما من أول اليوتيوب، أول ما فت على اليوتيوب اتقاتلت أنا وحماتي طردتني ووصلت بين أنا وحماتي للشيطان الرجيم. فجأة بتتصالح هي وحماتها، بتروح بتنظف البيت لحماتها، بتعفش هي. أنا حامل. كل اليوتيوب طلع فترة ترند إنه هو حامل. فجأة كلهم بولدوا، فجأة كلهم بيشتروا فلل، فجأة كلهم بعفشوها، فجأة كلهم بيتفروا. يعني صار تجارة، موضوع تجارة. عشان هيك أنا يا جماعة برجع بعد لكم، أنا يا جماعة وأعوذ بالله من كلمة أنا، بتمر علي أشهر ما بعرف شو أنزل صدقا. يعني أنزل طبيخ، يعني بدهم يتركوا كل الفضايح اللي بتصير يجي يطلعوا على طبختي. بدي أنزل روتين تنظيف، بدهم يتركوا ترند اللي حامل واللي اتطلقت واللي ولدت واللي أمه بتحكي عليه واللي متقاتل هو أمه واللي أمه طارته واللي حماتها واللي أختها بتشكي عليه. ما رح يتركوا الفضايح ويطلعوا على روتيني. فاليوتيوب يا جماعة صار خطر والله. في بنات مش متزوجات لما يشوفوا المشاكل بين الأزواج والحموات بيخافوا، بيصيروا عدوانيات. أسأل الله العلي العظيم الإصلاح إلك محمد حوارات أنت وألاء. إذا كانت زوجتك حامل ومات، الله يعوض عليك عوض خير. وأنا يعني يحترم فيك يا حمدي إنك خفت على أخوك. وبرجع بحكي لكم يا جماعة، الأخوة مش سهلة، الحياة واحدة، عيشوها مرة واحدة. ما في يعني مش محرزة تخسروا بعض علشان حكي فاضي. وبس حبيت أطل عليكم لأنه كانوا كلمتين في قلبي من أول موضوع حمدي ووفاء. كان حمدي مستفزني إنه يحكي مخدة. يعني أنت صرت عارف إيش صار، يعني عارف إنه مرت أخوك حامل ولا لا. يعني هذا إشي إحنا يعني كعرب إحنا بنحكي إنه عيب تتدخل في موضوع، هذا موضوع شائك يا جماعة، إنه أحكي مرت أخوي حامل ما إلك فيه. ولكن حمدي كان على حق، وإحنا فعلا خلص أخوه من مشكلة. هذا اللي أنا شايفه. بس الموضوع صار عندك يا محمد حوارات، يعني الموضوع من أول، ومدام ما في حمل ليش تخلي زوجتك إنه مرأت في مراحل قريب الولادة؟ المفروض من أولها قدر الله وما شاء فعل ما اكتمل الحمل، عشان ما تخسر أهلك. مش محرز خسرت أهلك على حكي فاضي. وبس، وهذا اللي حبيت أحكي لكم إياه. ويعطيكم العافية يا جماعة، وبشوفكم على خير.